يا مساء الورد، وحشتوني جدا. ازاي تعرفي ان الراجل اللي معاكي ده بخيل؟ البخل دلوقتي بقى حاجة شائعة جدا، ومش كل الناس بتعرف تفرق اذا كان الشخص اللي معايا ده بخيل ولا لأ. ولكن يعني بيتصدموا بعد كده. بصي بقى يا حبيبة قلبي، اولا الراجل البخيل احنا ولا بنرتبط بيه ولا بنحبه ولا بنتجوزه، لان احنا بعد كده هنعاني لو عملنا الكلام ده. طيب خلينا نتكلم الأول. يعني إيه راجل بخيل؟ الراجل البخيل ما بيبقاش بس بخيل عليكي في فلوسه، ولكن بيبقى بخيل عليكي في وقته، في كلامه، في مشاعره، في كل حاجة. فعشان كده انت لما بتتجوزي أو بتحبي أو بترتبطي براجل بخيل، فانت يعني بتكوني راهنتي ان انت مش هتلاقي حد يقولك كلام كويس ولا كلام حلو، ولا هتلاقي حد يوفرلك الوقت ده يكون ليكي، ولا هتلاقي حد يهتم بيكي. عشان كده بنقوله بلاش نرتبط براجل بخيل. طيب اعرف منين بقى ان الراجل ده راجل بخيل؟ بصي يا ست الناس، الراجل البخيل فيه منه انواع كتير. اول واشهر نوع اللي كلنا بنبقوا عارفينه الراجل البخيل اللي ما بيرضاش يصرف ولا على نفسه ولا عليكي ولا على اي حد، فتلاقيه اصلا ما بيطلعش مليم ولا جنيه بيطلع من جيبه لاي حاجة. طيب النوع التاني اللي غير شائع، في راجل بخيل ولكن بخيل عليكي انتي بس، لكن بيصرف على نفسه وبيصرف على اهله. يعني مثلا تلاقيه يقبض، فالقبض ده بدل ما يروح لبيته لعياله لمراته، لا، القبض بيتحول على اهله على طول. تلاقي مثلا عياله يكلموه يا بابا عايزين كذا كذا، لا هو ما فيش كذا ولا كذا. بس اول ما اخته مثلا تتصل بيه انا محتاجة كذا، ومع العلم اخته دي ممكن تكون متجوزة، يعني ممكن يكون عندها راجل مسؤول ان هو اللي يدفع لها ويجيب لها، ولكن مع ذلك تلاقيه يبعت لها الفلوس، ولكن عند عياله لا. في راجل تاني برضو اللي هو بيصرف على نفسه، تلاقيه بيلبس اشيك حاجة وبيدلع نفسه في كل حاجة، ولكن عند عياله وعند مراته لا، ما يعرفهمش ولا بيجيب لهم ولا بيدلعهم ولا مثلا بيعمل لهم اي حاجة. تمام. فالراجل البخيل زي ما قلت لكم دي الانواع المشهوره منه، ولكن مؤخرا بقى في شباب كمان بخيله. وطبعا مش هنقول بحكم الفلوس ولا الدنيا غالية، خليكم عارفين ان البخل ده بيكون طبع، يعني بيكون طبع في العيلة، بيكون طبع في الاب في الام. تمام. جينات يعني وراثية من الآخر، ولكن ده ما بيكونش صفة مكتسبة بسبب الغلو والأسعار. ودايما الكلمة بتاعتهم المشهورة أنا مش بخيل، أنا بس حريص شوية، أنا بخلي بالي من الفلوس شوية. فأول ما يقولك الكلمة دي تعرفي إن هو بخيل على طول. طيب تعرفي بقى منين اللي هيعرفك ان الشخص ده بخيل؟ اللي المعاملات الورقية الكتير. يعني ايه بقى؟ يعني هتلاقيه مثلا لما بتخرجي معاه مثلا ايا كان، المفروض ان انتوا بتاكلوا في مكان مثلا، المفروض ان هو لما بيجي يحاسب شوفيه هيسيب فلوس للكاشير ولا لا. شوفي لو انتوا رحتوا خرجتوا في مكان، اسعار الاماكن دي بتكون ايه؟ مش لازم يكون بيوديكي في اماكن غالية قوي، ولكن اسعارها تكون متوسطة، ما تكونش فقيرة خالص. يعني معلش ما ياخدكيش يخرج معاكي خروجة وفي الاخر الخروجة دي كلها ياخدك في مكان يشربك حاجة وخلاص. طب ما احنا طول اليوم مع بعض، انا جعانة عايزة اكل. طيب هتقولي لي ما هو ممكن يكون مثلا يعني مستواه متوسط او على قد حلو، برضو بيبان والله العظيم بجد. الانسان البخيل ده يا جماعة ما بيبقاش عايز يطلع حتى الجنيه. انتي ممكن تقولي دي جنيه او 5 جنيه، يعني ازاي؟ لا بجد ما بيبقاش عايز يطلعها، وبيبقى باين جدا. حتى لما بيخرجك في اماكن ما بيخرجكيش في اماكن كتير، بيخرجك في اماكن كده معدودة، وتلاقي مثلا كل مرة نفس الخروجة في نفس المكان. طب احنا عايزين نغير. طب مثلا لو انتي عجبك مكان ومثلا غالي شويتين، لو انسان نزيه وكريم هيقولك ايه؟ هيقولك طب استني مثلا لما اقبض ونروحوا في المكان ده. لكن لو واحد تاني هيقولك لا لا لا، المكان ده غالي مش هينفع نخرج فيه. تمام. كمان بيبانوا قوي بقى في المناسبات. المفروض ان انتي خطيبك او مثلا حبيبك المفروض ان هو في المناسبات الفالنتاين، الموسم، الحاجات دي المواسم بالذات المفروض ان هو بيجيب لك فيهم هدايا. لو هو خطيبك المفروض ان هو يجيب لك هدايا قيمة.
اللي هو مثلا هيجيب لك حاجات مثلا في البيت، هيجيب لك حاجات تشيلوها في بيتكو، هيجيب لك هدية ليكي ومش هيفوت موسم. ولكن الإنسان البخيل هو ما بيجيبش هدية، خلينا عارفين ما بيجيبش حرفيا هدية، ولو جاب لك هدية بتبقى هدية قليلة جدا. اللي هو ممكن يجيب لك مثلا لكلوك لو احنا في الشتاء، ممكن يجيب لك مثلا كده، اللي هو فاهمة حاجات عبيطة جدا. فبرضو بيبانوا في المواسم. كمان اسمعي نصيحة اي حد يقولك خلي بالك يا بنتي البني ادم ده بخيل، لاني انتي ساعات لما بتكوني جوه اللوف زوم، لما بتبقي جوه الزون بتاعه اللف الحب، جوه دايره الحب، زي ما بيقولوا مرايه الحب عمياء. فانت ممكن ما تبقيش شايفه البني ادم ده، تبقي شايفه اللي هو لا هو بيحاول وهو مش معاه ومش قادر، فانا لازم ابقى واقفه جنبه. انت اما بقولكيش ما تقفيش جنبه، ولكن انا بقولك على حاجات دي كده ريد فلاج، تعرفي ان انت لما تتجوزي الموضوع هيزيد. كمان البني ادم البخيل بجد ما بيبقاش بخيل بس ماديا، بيبقى بخيل ان هو يقعد معاكي، يسمعك، يتكلم، يحكي معاكي. ممكن لا ما يبقاش حابب ان هو، هتلاقي طول الوقت وقته مش ليكي، وقته لأي حاجات تانية لكن مش ليكي. لا، الموضوع ده هيفرق معاكي لما تتجوزيه وهيبقى معاكي عيال، فهو مش هيبقى بيقعد معاكي انتي وعيالك، ولو قعد هيبقى وقت صغير، طول اليوم انتي وعيالك لوحديكوا. لان هو اصلا بيبقى بخيل في مشاعره، في وقته، في كلامه. حتى لما يجي ما تلاقيوش ان هو بيقولك مثلا وحشتيني، مثلا معلش مشغول عنك، لا مش هتلاقي الكلام ده موجود. وهتلاقيه بقى بيقولك ايه، اصلا انا مش بعرف اقول كلام حلو. يا جماعه ما تصدقوش الكلمه دي، اللي بيحب حد بيعرف يطلع كلام بيدل ان هو بيحبه. ممكن ما يبقاش بيطلع كلام كتير، يعني مثلا مش هيبقى بيقولك كلام كتير ولكن بيطلع، بيقول. ما تصدقيش بقى واحد يقولك اصلا انا مش بعرف اقول كلام حلو. يعني ايه؟ يعني انت ما بتعرفش تقولي وحشتيني؟ يعني ايه؟ يعني انت لما انا مثلا مشغوله عنك وانا وحشتك مش هتقولي وحشتيني؟ مش هتقولي مثلا يعني انت فين؟ مش هتقولي مثلا انا بجد حابب وجودك معايا في حياتك؟ يعني مش لازم كلام كله حب ولفلفه، ولكن هيبقى بيبين ان هو بجد بيحبك. فبجد البني ادم البخيل، البخل يا جماعه مش صفه هينه ومش صفه صغيره، ما تستهونيش بيها. ما تقوليش بعد كده لما ربنا يكرمه هيكرمك، لا. البني ادم البخيل حتى لما ربنا بيكرمه بفلوس برضو ما بيوسعش ولا على نفسه ولا على اهل بيته. وكمان من الصفات اللي بتلاقيها فيه ان هو مش طموح. هو احنا جبنا مكان وقاعدين فيه، خلاص المكان ده اتهد، باظ، حصل فيه اي حاجه، مش هيبقى عنده طموح ان هو يجيب بقى مكان تاني، لان الحاجات دي هتخليه يصرف فلوس. فانت لا، هو مش هيبقى هو خلاص حابب الوضع اللي هو فيه ومش عايز يصرف فلوس، فبالتالي يخسر الفلوس اللي هي معاه. هتلاقيه مش بيطلع ولا صدقة ولا زكاة. يعني حتى في ايام اللي هي المفروض يطلع فيها زكاة زي رمضان الشهر الكريم اللي ربنا فارض على كل المسلمين يطلعوا زكاة فيه، هتلاقيه لا ما بيطلعش، ولو طلع هيبقى بيطلع حاجة صغيرة جدا، مش هتحسي ان هو نزيه. يعني مثلا المشهور دلوقتي عن الشباب ان هما لما بيخرج هو خطيبته او هو حبيبته، مثلا لو ما فيش مواصلات بيروحها باوبر، بيروحها بيدفع لها المواصلات. لا، انت هتلاقيه مش بيدفع لك حاجه، هو بيدفع لك وانت موجوده معاه بس، لكن لما بتسيبيه او كده لا خلاص هو ما يعرفكيش. البخل حاجه وحشه جدا جدا. الرسول قايل في دعاء اصلا بتاع اذكار الصباح، بيقول اللهم اني اعوذ بك من البخل. يعني ده لوحده دليل على ان الموضوع كبير. ما تستهونيش ان انت تعرفي حد بخيل وتقولي هيتغير، ده طبع ما بيتغيرش. لو عرفتي ان حد من عيلته او من اهله بخيل ابعدي، لاني هيكون هو فيه الصفات دي. ما تقوليش هو غير اهله، ما ينفعش الكلام ده. هو جيناته عبارة عن باباه ومامته، هي دي الجينات اللي موجودة فيه. وبتمنى يكون الفيديو كان مفيد ليكو، وبتمنى ان انتي بجد لو عرفتي ان الشخص اللي معاكي ده بخيل وانتي لسه على البر، حقيقي ابعدي واهربي. وان شاء الله اشوفكم فيديو تاني. حبيت ان الفيديو ده ما يبقاش طويل زي الفيديوهات التانية. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وهستنى رأيكم في الكومنتات، وقولوا لي عايزين تعرفوا انه راجل او انه صفة تاني تقدروا تفرقوا ما بينها. وهستناكم فيديو تاني، وما تنسوش احنا بنفتح لايف كل يوم الساعة 2 الظهر. هستناكم تنوروني في اللايفات، وباي.